السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ تخيل معايا انك بعد ما خلصت ثانوية عامة وبدل ما تخش الكلية بتاعتك اللي جات لك في مصر او في اي دولة اللي انت فيها حاليا، هتخش كلية في المانيا او في كوريا او في اليابان او اي دولة انت بتختارها. ومش بس كده، كمان ده ممكن تكون مجانا بالكامل او بمصاريف قليلة. ده هنعرفه مع بعض في الفيديو. فالفيديو ده ان شاء الله هتكلم فيه على حاجات مهمة جدا ليك لو انت لسه مخلص ثانوية عامة. انا عبد الله عماد، كنت زيك في يوم من الايام طالب ثانوية عامة وما كنتش عارف حاجة خالص، لكن الحمد لله النهارده انا بكلمك من المانيا بعد ما خدت منحتين، منحة من الجامعة بتاعتي بسبب الدراسة، ومنحه التخرج بتاعتي كانت منحه تفوق كذلك. ومش بس كده، الحمد لله طلعت الاول على الدفعه بتاعتي في الجامعه، والحمد لله حاليا بشتغل هنا في المانيا. فالكلام اللي هقوله لك في الفيديو دوت مش شويه كلام موجود على النت وخلاص، لكن لا، دي خلاصه تجربتي الشخصيه وان شاء الله تستفيد منها. خلينا سريعا نفوت على المنح واعرف المنح ديت واسمعها كويس، لكن انا عملت فيديو بالتفصيل عن المنح ديت بحيث انت تقدر تشوفه والفيديو هيظهر لك هنا. فاول منحه ليك قبل ما تبدا البكالوريوس، يعني انت لسه مخلص ثانويه عامه، وهي منحه UWC. ودي عباره عن مدارس دوليه موجوده في اكتر من 18 دوله، بتسمح لك انت تدرس في مجال كله انترناشونال، فانت بتتعلم حاجات كتيره جدا خلال الفتره ديت. طيب ايه بقى مزايا اصلا UWC ديت او الجامعه اللي هي غريبه دي في فتره ما بين الكليه وما بين الثانويه العامه؟ الجامعه دي بتديك شهاده اسمها شهاده البكالوريا، اللي بتفتح لك كل ابواب الجامعات في العالم. فتقدر انت بعد ما تاخد الشهاده بتاعتك ديت تقدم على اي جامعه نفسك فيها، تبقى اقوى طبعا من شهادتك اللي خدتها من دولتك بتاع الثانويه العامه، بس لما يكون معاك بكالوريا. والجميل في المنحه دي ان هي بتبقى مموله بالكامل، من اول يا باشا تذكره الطيران بتاعتك لحد سكنك لحد البوكيت ماني اللي بتاخده في جيبك. يعني بتستهدف اكتر من 80 جنسيه، فبالتالي الموضوع كبير جدا ومهم. وعاده بيبدا التقديم ليها في شهر سبتمبر، زي ما قلت لكم كل التفاصيل بالتفصيل لما دخلنا وبحثنا على الموقع وشفنا كل الدول الموجوده ازاي على اللينك اللي هسيبه لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو بتاع المنح. فانا مش هتكلم على كل منحه بالتفصيل، لكن هعرفكم ايه هي المنحه عشان افتح دماغك ليها. ولو انت بقى حابب تدرس بكالوريوس مباشره على طول، فعندك طبعا المنحه التركيه، فيها طب وفيها هندسه وفيها كل المجالات اللي انت عاوزها، وبتاخد من نسب قليله جدا، بتاخد تقريبا من 90% للطب و70% او حاجه و70% للهندسه. وكذلك برضو بتشمل مرتب شهري وسكن وتذاكر طيران ذهاب وعوده للبلد بتاعتك. ولو انت بقى شخص متفوق اصلا في الثانويه العامه، فساعتها هيبقى عندك منحه انسي ساويرس، دي بتاهلك ان انت تسافر لستانفورد واكسفورد وجامعات اللي هي المرموقه الكبيره اللي ما نقدرش احنا نتحمل تكاليفها اصلا، اللي هو تكلفتها مثلا ب 8 كيليا ولا حاجه. وطبعا لو انت حابب بقى تروح الجزء بتاع اسيا دوت، فعندك منحتين مشهورين جدا، هي المنحه الكوريه، ودي بتبقى مموله بالكامل، بتقدم من خلال السفاره الكوريه في البلد بتاعتك، وكذلك بتخليك تتعلم اللغه الكوريه، والناس اللي بتحب الكوريين والكلام ده كله. وبرده الناس اللي بتحب اليابانيين، في المنحه اليابانيه اسمها ميكس. المنحه دي برده مميزه جدا وبتاخد العباقره او المميزين في كل مجال، فبرده تقدر انت تشوف كل التفاصيل بتاعتها زي ما قلنا هنا في اللينك اللي فوق. طيب انا عبد الله مش عاوز اسافر بعيد، مش عاوز اروح حتت بعيده واسافر والكلام ده كله، انا عاوز حاجه قريبه مني هنا في اوروبا، هي اقرب حاجه لبلادنا العربيه. فعندك المنحه بتاعه SPW برلين. طبعا المنحه دي مشهوره جدا لو انت اوريدي شخص ناشط اجتماعيا وعندك انشطه اجتماعيه، وكذلك عندك مؤهلات اللي هي اللغه موجوده وكل حاجه تمام، فتقدر انت تقدم عليها. لان المنحه دي ميزتها ان هي مش متخصصه بس في الجامعه اللي هي بتقدم فيها، ولكن هي بتدعم طلبه عامه الانترناشونال اللي بيجوا يدرسوا هنا في المانيا. المانيا الميزه فيها ايه؟ الميزه ان الدراسه فيها رخيصه نسبيا بالنسبه لباقي الدول، لان انت بتدفع في الرسوم بتاعه الجامعه تقريبا 300 يورو. النهارده انت لو بتعمل اصلا كارت المواصلات اللي انا بعمله شهريا تقريبا ب 50 يورو، فلو ضربنا 50 في 6 شهور اللي هم السمستر، فتقريبا انا بدفع كواحد عايش عادي في المانيا بدفع 300 يورو ان الطالب بيدفعهم وبياخد فيهم مواصلات ومزايا ثانيه كتير مجانا. وطبعا هنتكلم بقى على المزايا لو انت اوريدي هتدفع فلوس، سواء كان بقى بالنظام دوت او بنظام حساب البنك المغلق، ده هنتكلم عليه بعد شويه. لكن قبل ما نتكلم عليه خلينا اقول لك اهم واكبر منحه دلوقتي وموجوده من غير لغه انجليزيه، وهي المنحه الرومانيه اللي موجوده هنا في اوروبا، بتتعلم باللغه الرومانيه. فانت بتروح تدرس اللغه بتاعتهم وبعدين تتعلمها، وبعدين تبدا بعد كده تدرس اللي انت عاوز تدرسه بقى، طب طيران هندسه اللي انت عاوزه كله موجود. فدي كويس جدا للناس اللي هم اوريدي ما بيحبوش اللغه الانجليزيه او مش عارفين يتعلموا اللغه الانجليزيه وعاوزين يبداوا على طول يدرسوا في حاجه ثانيه، فبالتالي تقدر تدرس بلغات البلد، ودي ميزه كويسه جدا. كل تفاصيل المنح موجوده في اللينك اللي انا هسيبه لكم في الديسكربشن. وقبل ما ندخل بقى على المنح المدفوعه، خليني اقول لك ان المنح اللي فوق ديت مش شرط تكون الاول على الجمهوريه، مش شرط تكون يعني جينيوس بقى اللي هو بتاع الدفعه والكلام ده كله، لا، المهم بس ان انت يكون عندك نشاط اجتماعي، تكون شخص نشط اجتماعيا، يكون عندك مهارات التواصل كويسه، لو انت معاك طبعا لغه انجليزيه كويس جدا، تكون عامل CV قويه فيها حاجات اوريدي انشطه انت اشتركت فيها، فده هو اللي هيخليك مميز وهيخليك تتقبل ان شاء الله في المنح دي. نرجع بقى نتكلم عن المانيا. زي ما قلت لكم الموضوع فيها جميل جدا، لان انت بتعمل حساب بنكي مغلق. الحساب البنكي المغلق ده هو في الاخر فلوسك انت بتاخدها علشان تصرف على نفسك، لكن الجميل ان انت اول ما تيجي هنا تقدر على طول تشتغل حتى لو لسه الالماني بتاعك ضعيف. وانا نزلت فيديو عن ايه هي الشغلانات اللي تقدر تشتغلها جنب الدراسه، اللي هي البارت تايم جوبس، يعني اللي تقدر تاخد منها فلوس كتير، تقدر توصل لحد 90 يورو. طبعا 90 يورو ده لو انت يعني شخص اكسبرت في مجال معين، لكن الافريج بتاعها بيكون 13، ده اللي هو المينيمم، ويوصل لحد 15 20. فده كده الرينج بتاع العدد كام يورو بتاخده في الساعه لو انت اشتغلت هنا جنب الدراسه، فبالتالي تقديريا هيبقى هو نفس حساب البنك المغلق لو انت اشتغلت بارت تايم جنب الدراسه بتاعتك. وده حاجه كل الناس بتعملها هنا كطلبه، ومش شرط لو انت مثلا بتدرس هندسه انك تشتغل في هندسه، لا، ممكن
تشتغل عادي في DHL مثلا للتوصيل، او تشتغل مثلا في مطعم او اي حاجه، كل ده عادي متاح، كل الطلبه بتعمله هنا في المانيا، فمش هيبقى غريب يعني. بس يعتبر تقريبا الدراسه مجانيه زي ما قلت لكم 300 يورو، هو مش حاجه مقارنه بالجامعات الثانيه. لو انت مثلا بتدور على جامعات في انجلترا هتلاقي ان مثلا الادميشن فيز بس بتاع السمستر الواحد ممكن يوصل ل 6000 يورو او 10000 يورو كمان. برضو خلينا نتكلم على الحاجات اللي حوالين المانيا. فعندك فرنسا، في برامج في فرنسا بالانجليزي ودي حاجه كويسه، لكن اغلبها بتكون باللغه الفرنسيه، وفيها برضو تنوع كبير جدا. لكن انت عارف دايما ان الفرنسيين مهتمين قوي بلغتهم زي الالمان برضو، بس يعني اكتر شويه. فلو بالتالي لو انت مش معاك فرنساوي هتبقى الدنيا معاك اصعب من ان انت تعيش في المانيا، لان المانيا فيها جزء خاص بالاي تي، فالاي تي عامه مشهور اللي هو يكون باللغه الانجليزيه، فانت لو معاك بس انجليزي تقدر تعيش عادي في المانيا. طبعا ما ننساش انك لو رحت بقى شرق اوروبا هتلاقي الحياه رخيصه جدا جدا جدا، فيبقى مش عندك مشكله في المصاريف. عندك مثلا دوله زي المجر عندك فيها منحه كذلك مموله بالكامل، بس لو احنا درسنا حتى من غير المنحه، في دوله زي المجر، دوله زي التشيك، دوله زي بولندا، دول المنح فيهم سهل جدا القبول فيها، لان مفيش منافسه كبيره عليهم، وممكن مثلا يكلفك الشهر كله برسوم الجامعه بكل حاجه 1000 يورو مثلا ولا حاجه. فده بالنسبه لالمانيا او بالنسبه حتى لدول فرنسا او الاتحاد الاوروبي عامه رخيصه نسبيا، وتقدر انت تعيش فيها وتقدر تلاقي شغل بسهوله. برضو بما انك لسه خريج من ثانويه عامه، فخليني اقول لك ان في حاجه اسمها التعليم الفني او الاوزبيلدونج في المانيا، وهو حاجه مميزه جدا انك تقدر تعمل مثلا تعليم فني لو انت بتشتغل على حاجه ليها علاقه بالهاند كرافت، يعني بتشتغل بايدك مثلا، زي مثلا تمريض، زي فندقه اللي هو شغال في الجزء بتاع السياحه، يعني زي ميكانيكا سيارات وغيرها. كل المهارات اللي بتشتغلها، سباكه، نجاره، الحاجات دي كلها بتشتغلها بايدك. ففي هنا حاجه اسمها الاوزبيلدونج، ده بتشتغل وبتدرس، يعني انت بتدرس وبتشتغل في نفس الوقت، فانت بتاخد مرتب شهري بيتراوح 800 لحد 1500 على حسب المدرسه اللي انت بتدرس فيها، وليها مدارس مخصصه جدا ليها، وليها فيزا بحث عن اوزبيلدونج خاصه بيها برضه، عملت عليها فيديو منفصل، وعملت لقاء مع واحد هنا على القناه بيشرح لنا ايه هو الاوزبيلدونج، لان هو اوريدي خد الاوزبيلدونج في مجال الاي تي وحاليا شغال. الجميل في الموضوع بتاع الاوزبيلدونج ان انت تقدر تكمل بعديها دراسه كمان، انت حابب مثلا انت عاوز تاخد ماجستير بعد كده تقدر تعادل الجزء بتاع الاوزبيلدونج ده، او تكمل دراسه في الجامعات عادي جدا بالشهاده بتاعه الاوزبيلدونج. فبرضه حط دوت كاوبشن معاك في الاختيارات. طيب انا كده فتحت لك الدنيا كلها، وبقيت عارف انت بالظبط محتاج تقدم على ايه، او ايه الحته اللي انت محتاج تركز فيها اكتر. طيب ايه بقى المهارات اللي انا محتاجها علشان خاطر اقدم؟ هديك مهارات عامه هتختصر عليك وقت كتير جدا، هتستفيد بيها ان شاء الله. اول حاجه لو انت هدفك المنح، بتركز على المنح، فلازم تتعلم لغه انجليزيه، لان كل المنح بتطلب لغه انجليزيه. يعني لو محتاج مثلا تقدم على حاجه في المانيا هنا بالانجليزي، او حتى حاجه في امريكا بالانجليزي، او حتى حاجه في انجلترا، او حتى في اندونيسيا، هيقول لك لو انت معاك انجليزي تعالى. فحاول دايما انت تشوف ايه المتطلبات الموجوده، وحاول تاخد لا اما ايلتس لا اما توفل، ده على المدى الطويل تحط في دماغك انا محتاج اخد الشهاده دي. طب انا ما بحبش الانجليزي وعندي عقده معاه، مفيش مشكله خالص، اتعلم لغه البلد اللي انت عاوز تروحها. عاوز تيجي المانيا اتعلم الماني، وابدا من النهارده وخصص له نص ساعه كل يوم انك تذاكر. وانا عملت فيديو بالكامل ازاي ذاكرت الالماني بتاعي، وازاي وصلت من الاي 1 لحد البي 1 الحمد لله، وخدت شهاده بي. تقدر تتعلم حتى كوري لو انت حابب، لو انت اوريدي بتحب اللغات او بتحب اوريدي الدراما والفانتزي بتاعتهم، اتعلم كوري. فلازم تتعلم لغه، اللغه هي كانها بتديك ثقل على السي في بتاعتك، ان انت والله انا بتكلم لغتين، بتكلم 3. فده مهم جدا. اول حاجه اللي هي اللغه. تاني حاجه انك تتعلم تكتب الاوراق الرسميه. يعني ايه الاوراق الرسميه يا عبد الله؟ يعني السي في، لازم يبقى ليك سي في. لو انت النهارده بتتفرج على الفيديو دوت وما عندكش سي في، قوم واعمل سي في على طول. وعملت برضه فيديو ازاي تعمل سي في موتيفيشن ليتر. بس السي في عامه ليها مثلا اسطمبه معينه، فمثلا لو انت هتقدم على حاجات جوه اوروبا فبتحتاج حاجه اسمها يورو باس دوت نوع من انواع السي فيات، بتحط فيه الصوره بتاعتك وتحط فيه شويه تفاصيل. والسي في بتاعتك، طب انا خارج من ثانويه عامه ما عملتش حاجه في حياتي، اعمل ايه؟ يعني اكتب ايه في السي في؟ اكتب كل حاجه انت عملتها. طوعت في رساله، اكتب طوعت في رساله. خرجت ما اعرفش عملت مثلا قافله لنجده المحتاجين في الصعيد، اكتب عملت قافله لكذا كذا كذا. كل حاجه انت عملتها كانشطه خلال فتره الدراسه بتاعتك اكتبها. كذلك بقى اكتب بالتفصيل انت درست ايه في ثانويه عامه، ترتيبك كام على الجمهوريه لو انت لك ترتيب، ترتيبك كام على المحافظه، ترتيبك كام على الفصل. اكتب معلومات عن الفتره اللي انت عشتها. كذلك اكتب المؤهلات بتاعتك في اللغه الانجليزيه. والسوفت سكيلز مهم جدا تحطها. يعني ايه سوفت سكيلز؟ يعني المهارات اللي هي ما بتتحسش. يعني النهارده انا بتكلم، انا عندي برزنتيشن سكيلز، بعرف اقدم نفسي، عندي بابليك سبيكينج، كام الف واحد هيتفرج على الفيديو دوت، فبعرف اتكلم قدام الناس عادي جدا. فدي كلها مهارات لازم تحطها في السي في. طيب الموتيفيشن ليتر هو خطاب الحافز، وده اللي بيحدد الشخص ده هيتقبل ولا مش هيتقبل. ليه؟ لان في مئات الالاف بيقدموا على المنحه دي. فايه اللي يخلي محمد ولا ابراهيم ولا اللي بيتفرج على الفيديو دوت هو الشخص اللي هيتقبل في المنحه؟ بكل بساطه علشان خاطر هو عامل موتيفيشن ليتر مميز. الموتيفيشن ليتر عملت فيديو كامل بشرح فيه ايه هو الموتيفيشن ليتر، بس سريعا هو بيتكون من 3 اجزاء رئيسيه. انت مين؟ يعني انت بتعرف نفسك في الاول انت مين، وبعدين ليه المنظمه دي، يعني ليه انت مقدم في المنحه دي، فبتقول لهم والله انا مقدم فيها عشان خاطر كذا كذا كذا، وليه يختاروك. فانت بتقول بقى والله انت تختاروني علشان خاطر انا فيها 1 2 3 4 5، وتبدا تزود او تحط المزايا بتاعتك. ده باختصار شديد جدا ايه هو الموتيفيشن ليتر. كل منحه هتقدم عليها او كل جامعه هتقدم عليها لازم ليها يكون موتيفيشن ليتر مختلف. حاول دايما شات جي بي تي يساعدك في حاجه زي كده. حاول انك انت كل شويه ما تفتكر حاجه تقوم جاي مزودها في الموتيفيشن ليتر، ما تقعدش قاعده واحده تقول خلاص انا خلصت وخلاص شكرا، لا، حاول تقراه بعين الشخص اللي بيراجع لحد ما توصل لاحسن نسخه من الموتيفيشن ليتر بتاعك. ثالث حاجه محتاج تتعلمها وهي
البحث الذاتي، اتعلم ازاي تبحث عن الحاجه بنفسك، ما تعتمدش على الفيديو اللي انا بنزله ده بس، ده فيديو واحد فيه شويه معلومات بسيطه، لكن اتفرج على فيديو غيره. اتعلم انك تقرا بقى مش من فيديوهات، كمان انك تقرا من لينكات موثقه من جرايد او من موقع الجامعه نفسها اللي انت بتقدم عليها. حاول ان انت ما تاخدش المعلومه غير من مصدرها الموثوق. فكره ان انت النهارده بتدور على منحه ولقيت او دخلت الفيديو دوت عشان تتفرج عليه، فده معناه انك مهتم بالمنح. يبقى خلاص، يبقى انت تخش على جوجل مثلا وتكتب المنح اللي انت بتدور عليها، او تسال شات جي بي تي قول والله انا بحب 1 2 3 4 5 ايه المجالات اللي مناسبه ليه، او اديني لينكات لحاجات ممكن ادور عليها تكون مناسبه للتخصصات بتاعتي، او ارفع له حتى السي في يقيمها لك او الموتيفيشن ليتر يقيمها لك. المهم انك تتعلم ازاي تبحث وتطور من نفسك. رابع حاجه محتاج تتعلمها وهي مهارات حياتيه بقى، انك انت اصلا بتعرف تتعامل في الحياه. انت هتيجي اوروبا او هتسافر وهتبقى عايش لوحدك متعلم مفيش تقريبا، فمحتاج ان انت تتعلم تطبخ، هتطبخ كل حاجه بنفسك، تتعلم تقف في المطبخ وتطبخ وتعمل الكلام ده كله. الحاجه الوالده ربنا يكرمها هتساعدك في اول حياتك، مفيش مشكله خالص. تتعلم ازاي تدير المصاريف بتاعتك. النهارده انت هتاخد مثلا 800 يورو 500 يورو 1000 يورو، ازاي ادير المصاريف بتاعتي، اصرف على الاساسيات بس، ما اصرفش مثلا اجيب اول ما اجي المانيا او اسافر اقوم جايب الايفون الجديد عشان اقول ان انا مسافر بقى اوسع الكلام، لا، احط اولوياتي، اتعلم دراسه الاولويات بتاعتي. وكذلك اكون عندي اداره للوقت، لان الحياه بتسحبك. انت هتسافر مثلا هتلاقي نفسك هوبا 3 سنين عدوا، هوبا 5 سنين عدوا، فلازم يبقى عندك اداره للوقت بتاعك، تحط اهداف ومايل ستونز لحياتك، وده هيساعدك جدا 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 في الفتره الاولانيه تسافر فيها. لما تكون انت اول مره تسافر كمان، يعني ما سافرتش قبل كده بره مصر او بره بلدك، فاول مره بيبقى ليها صدمه وليها رهبه كده، فلو انت اوريدي عندك المهارات دي تعرف تتعامل معاها وهتعدي عليك بشكل سلس وجميل. خامس واخر حاجه هي الانشطه والتطوع. التطوع الفتره اللي انت فيها دلوقتي والسن اللي انت فيه حاليا هو احسن وقت تتطوع فيه. تطوع في مؤتمرات زي اللي احنا بنعملها مثلا في اكت سستينبل، تطوع في ايفنتات، احضر ورك شوبس، اتعلم لغه انجليزيه في السفاره، اعمل اي حاجه تطلعك من الكومفورت زون اللي انت فيها. روح يا باشا اتطوع في مؤسسات خيريه، اطلع وزع مش عارف يعني حسب انت فين، يعني وزع مثلا بطاطين لو احنا في الشتاء، بوزع ميه لو احنا في الصيف. انشطه، اعمل نشاط في التعامل مع الناس اللي حواليك بحيث انت تثقل مهاراتك الاجتماعيه، وتبقى هي دي المهارات اللي هيشوفوها لما تعمل المقابله مثلا في اي منحه، بيخشوا معاك مقابله يعني فيس تو فيس كده عشان يشوفوا مهاراتك، التواصل عامل ازاي، هل انت فعلا شخص بيخاف قلقان مش عارف يعمل ايه، ولا شخص اوريدي بيعرف يتكلم واخد راحته وبيعرف يقول ويعيد الكلام ده كله، فبالتالي لما يرجع مجتمعه هيفيده وهيبقى شخص فعلا مؤثر. واخيرا خليني اقول لك ان السفر بعد الثانويه العامه مش حلم بعيد ولا حاجه، انت هو حلم قريب جدا. لو انت بدات النهارده بعد ما شفت الفيديو دوت وقلت والله انا حددت ان ده هدفي ومحتاج ان انا احط كل مجهودي، ساعتها هتلاقي الفيديوهات اللي تعلمك ازاي تبدا بسم الله الرحمن الرحيم، الافكار ترتبها، الاوراق اللي محتاجها، الجامعه دي بتقول ايه، وتاخد كل التفاصيل خطوه بخطوه. فانسى خالص، انت خلاص عديت الثانويه العامه، انسى كل المجموعات بقى والتفاصيل والحاجات اللي انت خدتها دي كلها والذكريات، سواء كان مجموعه كان حلو او كان وحش. لكن النهارده خد بقى موتيفيشن من الفيديو دوت وابدا على طول ان شاء الله. والله انا مجموعي ما دخلنيش هندسه في مصر، طب ايه الجامعات اللي ممكن تشغلني او تدخلني هندسه بره مصر؟ طب انا والله اصلا مش حابب المجالات اللي هي العلميه، فعاوز اشتغل مثلا تمريض، فايه اللي انا محتاجه عشان خاطر التمريض؟ ابدا بعد ما تشوف الفيديو دوت. انا شايف ان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد ليكم، اتمنى كذلك لو يكون مفيد ليكم. وطبعا لو عندكم اي اسئله اقدر اساعدكم بيها او حاجه ليها علاقه بالمانيا بالخصوص او عامه بالمنح، فسيبوها لي في الكومنتات. وشكرا ليك انك وصلت لحد النقطه دي في الفيديو. احب اقول لك السلام عليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي.